هذا ممكن أطول فيديو عملته. أنا تو مازلت كي بديت نكتب في سكريبت وما عندي حتى فكرة قداه ما صار باش نكتب، لكن نعرف اللي باش نحكي برشا خاطر عندي برشا ما نقول. إذا وسعوا بالكم مع الفيديو شوية. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls. في الفيديو الفايت حكيت على كيف اليوتيوب التونسي بدا والهيستوريك الكامل متاعو من اول الشانات اللي بدات تخدم لاخرها، وقلت في الاخر اللي اليوتيوب التونسي قاعد يموت. نظن انه برشا منكم يتسالوا ايش معناها يوتيوب تونسي مات وشنو نقصد بكلمه موت، وهذا اللي انا نعمل في الفيديو هذا باش نفسر فيه ايش معناها اليوتيوب التونسي مات. وقبل ما ندخل في لي ديتاي ونحكي، نحب نقول نفس الشيء اللي قلته في الفيديو الفايت، اللي انا باش نحكي على شانات يوتيوب توانسه مش العباد اللي وراهم، يعني شخصيتهم وحياتهم الشخصيه وهما شكون وعلاقتي الشخصيه بيهم ما عندها حتى علاقه بالكلام اللي باش نقوله. اللي باش نناقش ونحكي عليه هو الكونتنت الموجود في الشانات نتاعهم. نعرف اللي في الاخر باش يتنرفزوا مني برشا يوتيوبرز وفانز بتاعهم، اما ميسالش، حاولوا تاخذوا كنقد وراي متواضع من متفرج عادي. يعني مرة أخرى باش نحكي ونعطي رأيي كمتفرج مش كيوتيوبر، معناها باش ننتقد حتى خدمتي. نبدأ ونحكي. اليوتيوب التونسي مات ولا قاعد يموت؟ كيفاش؟ اليوتيوب التونسي ما ماتش موتة طبيعية، فما شكون قتل اليوتيوب التونسي، شكون وكيفاه؟ عنا زوز مشتبه بيهم في الحكاية هذه. نبدأ بالأول، اليوتيوبرز التوانسة. تحدثت قبل على أسباب اللي تخلي إنسان يولي يوتيوبر، وهما 4 أسباب رئيسية اللي هما ideal, passion, fame and money. الهدف، الغرام، الشهرة والفلوس. الهدف ولا ايديال نقصد به الفكرة والمساج اللي يحب يوصلها يوتيوبر من خلال الفيديوهات متاعو، يعني تنجم تكون الايديولوجي متاعو ولا ايديولوجي معينة يتبع فيها ويحاول يوصلها بمختلف الطرق مهما كانت في اي دومين. الغرام هو انك تعمل شين يوتيوب خاطرك مغروم بكل شيء متعلق بالفيديوهات، كسوا تصوير، اخراج، مونتاج، ولا حتى مغروم بحاجة معينة ولا دومين معين تحب تحكي عليه في فيديوهات. الشهرة هو انك تعمل شين يوتيوب خاطر تو سامبلومون تحب تولي شخصية مشهورة ومعروف في المجتمع اللي انت عايش فيه ولا في كوميونيتي معينة. علاش تحب تولي مشهور؟ فما برشا اسباب كل عبدو كيفاه. الفلوس هو انك تعمل شين يوتيوب باش تدخل منها الفلوس وربح، مع انه في تونس هذه حاجة صعيبة ومش من الاسباب اللي اغلبية العباد يبدوا عليها شين يوتيوب متاعهم، الا انه هذا يولي من بعد واحد من الاسباب اللي تخلي يوتيوبرز يخدموا على شين يوتيوب متاعهم. ممكن تقولوا اللي الاربع اسباب هذم نجموا نقسموهم لدو كاتيجوري، باهين وخايبين. الباهين اللي هم الهدف والغرام خاطر اسباب بيور، وخايبين اللي هم الشهرة والفلوس خاطر اسباب مادية. لكن انا ما نشوفهمش هكاك، انا نشوف اليوتيوبر الباهي عنده الاسباب الاربعه هذم مع بعضهم ايكيليبري باش يعمل كونتنت باهي، من غير هدف باش تولي مركز مع رغباتك الماديه اكهو، من غير غرام باش تضيع الكرياتيفيتي نتاعك، من غير شهره ماكش باش تنجم توصل افكارك، من غير فلوس ماكش باش تنجم تحسن من الكاليتي نتاع خدمتك. الاربع اسباب لازم تكون موجوده، وهوني وين هي المشكله في اليوتيوبرز التوانسه اللي ما فما حتى حد عنده الاربع اسباب هذم ايكيليبري. فما اللي يقربوا من الايكيليبر وفما اللي بعاد جمله، كل واحد وعنده أسباب طاغية على البقية اللي يخلق حاجة أخرى لا محتلها واللي هما 7 deadly sins. ما نحكيش على 7 deadly sins بتاع الدنيا، نحكي على 7 deadly sins بتاع اليوتيوب، 7 خطايا يرتكبوا فيهم اليوتيوبرز. راث أنه اليوتيوبر يلوم على الفولورز ولا المتفرجين ولا أي ثيرد بارتي على كل شيء خايب يصير في الشانل متاعو ولا موتيفيشن متاعو، واللي مركز مع شنو غلط في اللي يلوم فيه في عوض يركز على شنو غلط في اللي يعمل فيه. جريد، الطمع في الربح والفلوس اللي تخلي يوتيوبر يعمل مستحيل باش يلقى كيفاش يدخل الفلوس ولا اي ربح مادي اخر من الكونتنت اللي يعمل فيه، اللي ساعات يحول الشانل متاعو للشانل متاع اشهارات. لاست، الرغبه الكبيره في الشهره والقوه اللي تخلي يوتيوبر يفكر كان كيفاش باش يزيد من شهرته والانفلونس متاعو على الكوميونيتي متاع اليوتيوب. جلاتوني، الجوع للنوامر والرغبه الكبيره في تحصيل اكبر عدد منهم كسوا في السبسكرايبرز، فيوز، لايكس وما تبعهم، وقد ما يلمد ما يشبعش، ويولي همه الوحيد انه يعمل كونتنت اللي يخليه يزيد في النوامر هذم اي طريقه. انفي، اللي نجمو نفسروها بالبلاجيريزم والتتبيع، وهو كيوتيوبر يحاول ياخو يسرق يقلد يتبع الكونتنت متاع يوتيوبر اخر عمل سكسيس بيه باش حتى هو يعمل نفس السكسيس. برايد، هو انه اليوتيوبر يعتبر روحه كامل وحد حد ما ينجم ينتقده، واي واحد ينتقده هيتر ويستعمل ارجيومنت بتاع العاده اعمل كيفي بعد اتكلم. سلوث، في الحاله هذه هو الفاذر اوف اول سينز، البخل، المونك دو كرياتيفيتي ومونك ديفور عند اليوتيوبر اللي تخليه يعمل كونتنت فاشل ولا يعمل اللي يجي، المهم يكون فما كونتنت حتى لو كان يعاودوا نفسه.
علاش نحكيكم على السينز؟ تو سامبلومون كل يوتيوبر من دون حتى استثناء ارتكب على الاقل واحده من الخطايا هذا في الفيديوهات نتاعو، وهذه حاجه طبيعيه. لكن المشكله انه ترتكب الكثير منهم وبطريقه مستمره وبرشا مرات باش ياثر على الكاليتي نتاع الكونتنت نتاعك والاوفر كواليتي نتاع الشين نتاعك بصفه عامه. هات نزيدو ندخلوا في اكثر تفاصيل ونشوفوا وين السينز هذم موجودين عند اليوتيوبرز التوانسه. الكوميونيتي نتاع اليوتيوب التونسيه صغيره اللي خلاتني نجم نحكي على الهيستوريك باكثر ديتاي ممكنين. الكوميونيتي صغيره دو فاسون انه تنجم تكون فما اقل كونكورونس واكثر شانات من دومينات وكونتنت متنوع، اما للاسف هذه ما هيش حاله الكوميونيتي يوتيوب التونسيه. نحكيو على ريبيتيتيف كونتنت، الكونتنت اللي تشوفوا فيه في كل شان وفي الشان الواحده برشا مرات. نحكيو على الكونتنت اللي يعملوا شانات كبار وعنده اودينس كبيره ويكون هو بيدو بوبيلر عند الفولورز نتاع الشان هذيا اللي تخليه فيديو ناجح. من ناحيه المشاهدات بالطبيعه الشانات صغار ولا مازالت ناشئه باش تحاول تعمل كيما الكونتنت هذا باش تحصل نفس السكسس. ناخذوا اكزامبل الكيو ان اي. اول ما بدات الشان مكي تعمل في الكيو ان اي كان الكيو ان اي فيديو اللي يجاوب فيه على الاسئله اللي تجي لليوتيوبر وساعات فازات عطايا للتفريق. مكي خذا كونسبت هذا على الاول وطلب كيستيونات ما يكونوش سيريوس باش يكون فيديو كوميدي ومش سيريوس نتاع جوست يجاوب على الاسئله. الفيديو هذا عجب المشاهدين اللي خلاه يزيد فيديوهات من النوع هذا. بالطبيعه السكسس اللي عملوا الفيديوهات هذا مش شويه وخذوا شعبيه كبيره اللي خلى برشا شانات تونسيه تعمل النوع هذا من الفيديوهات. خاطر بكل بساطه اليوتيوبر في الحاله هذه ما يستحقش يفكر في شنو لازم يحط في الفيديو نتاعو، اما الفولورز هما اللي يعطيوه واش يعمل وهو ما عليه كان جوست يمثل. بالطبيعه اليوتيوبرز لقاوها حاجه باهيه وسهله باش تعمل بها كونتنت، وكونها كانت محبوبه برشا عند المتابعين نتاع اليوتيوبرز التوانسه كانت تجيب لهم الفيوز، حتى انه فما شانات ولا تعمل كيو ان اي بالفيديو الثالث والرابع، واصلا فما شكون اول فيديو يعملوا كيو ان اي. وصل نقص الكرياتيفيتي والتخمام بانه العباد ولا تطلب من المتابعين نتاعها انهم يدبروا عليهم شنو يعملوا فيديوهات. الكيو ان اي المفروض يكون فيديوهات تعمل بعد مده طويله من اللي بدات تخدم فيه الشين يوتيوب باش يجاوب فيه اليوتيوبر على اسئله الفولورز نتاعو يحبوا يعرفوها متعلقه به ولا بالكونتنت نتاعو، خاطر عندهم قضايا يتبعوا فيه مش باش يسالوا اسئله تافهه وشالنجز تافهين. وبالحديث على الشالنجز حتى هما من الكونتنت اللي ديما يتعاود، والمشكله هوني اللي مش كان في تونس اما في العالم الاجمع. من اللي بدا الشالنج تاع ايس باكيت في تونس وكل ما يطلع الشالنج الشانات الكل تبدا تتجرى باش تعملوا الشالنجز. زاده من اسهل الكونتنت اللي يتعملوا ما فيهمش خدمه ولا تخمام، جست طبق كونسيبت ديجا موجود، وفي اغلب الحالات الشالنج ما يطلبوش تعب ولا خدمه عليهم، حكايه تافهه جست تعمل بيهم بوز وتنجم تعمل بيهم برشا فيديوهات باقل مجهود في وقت قصير. ما نحبش نزيد نتعمق فيهم، الناس كل تعرفهم وكما قلت المشكله موجوده في العالم اجمع. بالطبيعه احنا من عوايدنا انه نتبعوا كل شيء يعمل بوز. النوع الثالث واكبر نوع متواجد وياسر يتعاود في الفيديوهات التوانسه اللي هو التفريق او كما يسميوه البعض تقشتيل. كما فصلت في الفيديو اللي قبله اليوتيوب التونسي بدا متاثر برشا يوتيوبرز فرنسيس معروفين كيما سيبريان ونورمال. سي نورمال انه باش نلقاو فيديوهات من نوع هكا في تقريب كل قناه، لكن المشكله في انه المواضيع الكل تتعاود في كل عام وتتعاود عند كل يوتيوبر، وحتى الجوكس والفازات اللي يصيروا الكل في المونتاج اخراج ميوزيك تتعاود. نحكيو على البودكاست اللي هو اكثر نوع متاع فيديوهات معروف ويخدموا به اليوتيوبر من جميع انحاء العالم، لكن المشكله في تونس هي المواضيع. وهوني خليني نسالكم، ملي بداو اليوتيوبرز التوانسه الخدمه قداش شفتوا من فيديو على رمضان، القرايه، العوده المدرسيه، الدفورات، البروفيت، الباك، العطلة، الصيف، العيد الكبير، العيد الصغير، التصحيب، الفيسبوك وغيره من المواضيع ديما تتعاود كل عام من مختلف اليوتيوبرز بنفس التفاصيل تقريبا. قديه في العامين الاخرين شفتوا من فيديوهات قشتيلة على غنية ولا مغني. المدة طويلة ومازال حتى التو الكونتنت اللي ديما يتعاود هو الطاغي، واكثر فيديوهات قاعدين يتعملوا والناس تتفرج فيهم. المشكله مش كان في الكونتنت المعود اما في قله التنوع والدايفرستي في الكونتنت تاع كل يوتيوبر. البودكاست حاجه عاديه وفورما متبعه مش هي التقليد هو كي تعمل نفس الموضوع 20,000 مره، ولا على الاخر فما بودكاست بموضوع مختلف. نشوفوا مثلا الجيمنج يوتيوبرز اللي قبل احتلوا اليوتيوب. المشكله مش في كونهم الكل شانات نتاع جيمنج، المشكله في انهم الكل كيف الكل تعمل في جيم بلايز نفس الشيء، وقت اللي الجيمنج دومين واسع وعريض في برشا ما تحكى. وحتى كي تشوف البرة الجيمنج فما برشا انواع نتاع فيديوهات وكونتنت يتعمل عليه، مش كان في الجيم بلايز وليتس بلايز. في تونس راه تلقى فيديو يحكي على موضوع اخر في الجيمنج، ولا فيديو بيدو يحكي على الجيمنج اما مش جيم بلاي. حتى الشين تاع البودكاست يعملوا في نفس الشيء من اللي بداو، فماش تنويع ولا افكار جدد. صحيح ساعات الجوكس باهين وساعات السوجي جدد،
اما نفس الشيء تعمل. والمشكله اللي اليوتيوبرز هذم عندهم مده من اللي يخدموا على اليوتيوب وما فكروا حتى مره يعملوا انوفيشن. نقطه اخرى باش نحكي عليها هي الكاليتي نتاع الكونتنت. اش معناها لو كواليتي كونتنت وش معناها جود كونتنت وكواليتي كونتنت؟ كل واحد له رايه، كل واحد ذوقه، وكل واحد كيف يشوف الكونتوني نتاع اليوتيوبرز الاخرين. بالنسبه لي انا باش نحكم على الكاليتي نتاع الكونتوني نتبع دي كريتير معينين اقرب ما يمكن للاوبجيكتيفيتي باش كل واحد نعطيه حقه في الجيجمون. الكريتير اللي نتبعهم هما الفكره، السكريبت، الاخراج، المونتاج. هذم الكريتير البرينسيبو اللي انا نتبعهم كي نحكم على فيديو. بيان سور فما دي كريتير يزيدوا وينقصوا حسب نوع الفيديو. مثلا كي يبدا بودكاست باش نزيد نحكم على الكادراج والتمثيل، كي يبدا فيديو مونتاج عادي باش نزيد نركز اكثر على الكاليتي نتاع المونتاج. فما كريتير اللي انا نعطيه اهميه كبيره اللي هو شويه نتاع الميوزيك، وما نقصدش به اذا الميوزيك تتماشى مع الذوق ولا، نقصد به اذا النوع والتون نتاع الميوزيك يتماشى مع الثيم والتون نتاع الفيديو ولا اللقطه. الميوزيك تدخل في الاخراج وتلعب دور مهم في الكاليتي نتاع الفيديو. باش نزيد نفسر لكم اكثر كيف نمشي بالكريتير هذا، باش ناخذ زوج فيديوهات، واحد باد كونتنت والاخر كواليتي كونتنت حسب المعايير اللي حطيتها، باش ما نزيدش نرفز زملائي في اليوتيوب. باش نحكي على فيديوهات قمت بانتاجهم في شين اخرى نخدم عليها اللي هي توانسه اللي يحبوا الانمي. واحد من لو كواليتي كونتنت فيديو خدمتهم هما فيديوهات انطباعات منتصف الموسم اللي نحكي فيهم على راي في انمي وصلوا شطر الحلقات نتاعهم، وفيديو ماذا لو سقط سايتاما من القمر على الارض، فيديو ساينس فيكشن نحكي فيه على كيفاش بيرسوناج من انمي ون بونش مان نقزت من القمر للارض وشو هما الذكاء اللي كانت نجم تعملهم. تو خليني نحط لي كريتير نتاعي ونفسر لكم بالضبط. الفيديو الاول في الفكره نتاعو ما جاب شيء جديد، حكايه عاديه يعملوها اغلب اليوتيوبرز نتاع الانمي في العالم اجمع. فماش سكريبت جوست دي بوان محطوطين اللي خلى كلامي مش منظم وبرشا تعثيم وبرشا من الفيورز شكاو من هذا. المونتاج بريسك فماش افور ميم سي نظيف، جوست فيديو باك جراوند فلو يمشي وقدامه تصويره ركحه بريسك فماش مونتاج، فماش اخراج اصلا وشويه نتاع الميوزيك عادي على الاخر، جوست ميوزيك ماشيه في الباك جراوند لا اكثر لا اقل. فيديو يتسمى لو كواليتي خاطرني فضلت نعمل كوانتيتي على كواليتي. الفيديو الثاني فيه فكره جديده، سوجي ما تحكاش فيه قبل، ميم سي لي سيناريو نتاع وات اف هذا موجودين، والفيديو انسبايرد من فيديو فيسوس 3 تاع وات اف سوبرمان باج ديو. بيان سور سيناريو ديفروني، السكريبت مكتوب بالباهي ويدرج بالباهي بين انتروداكسيون والموضوع بيدو والكونكلوزيون، واضح فيه خدمه وريشيرش ودي كالكول في الحاله هذه. المونتاج فيه مجهود وخدمه بين الانيماسيون والترانزيسيون، مش حكايه خارقه ولا قويه اما باهيه. الاخر سافا سكريبت يتبع المونتاج والميوزيك ماشيه بالباهي مع التون نتاع الفيديو، وقتاش تبدا وقتاش تسكت ونوعيه الميوزيك المستعمله. تحس بيزار اني نعمل في ريفيو للفيديو نتاعي خاطر انا واحد من الناس نلقى صعوبه كبيره باش نعاود نتفرج في حاجه عملتها، خاطر بالنسبه لي كلهم خايبين، وراه على الاخر نعتبر واحد من فيديوهاتي خدمه باهيه. هذاك عليه خذيته كاكزامبل وزيد باش نفسر لكم انا كيفاه نتفرج في الفيديوهات وكيفاه نوصل لهم. تو بالكريتير اللي قلت عليهم وكيفاش نحكم على الفيديوهات حطوهم على الفيديوهات اللي يعملوهم اليوتيوبرز التوانسه، تشوفوا اللي فما برشا لو كواليتي كونتنت في اليوتيوب التونسي. ديجا حكيت على الافكار نتاع الفيديوز اللي يعملوهم التوانسه، والفكره بالنسبه لي اهم حاجه، وبيسك الافكار الكل متعود وراه تلقى حاجه جديده، وحتى في الافكار المعوده فماش انوفيشن. هذه بارتي كبيره نقولوا من نوت طالت. السكريبت مشاكله حتى هو، ما نحكيوش على الفيديوهات اللي ما فيهمش سكريبت ويحبوا يجيو بعفويه وامبروفيزيشن اما يخرجوا فيل، والفيديوهات بتاع تفريكه قشتيل اللي مفروض يكونوا يضحكوا كوميديك اما يطلعوا كرينجي. ممكن هيك هو الهيومر سنس متاعي وهذه حاجه سبجكتيف، اما فما حاجات ما تضحكش. اما بعد كي تشوف اللي نسيبتي العزيزه عنده 7 سيزونات تفهم المشكله وين. ننساش التمثيل الفاشل والضياع والاخراج التاعب والكادراج المعوج والمونتاج. الحقيقه اذا باش نحكي على الاغلاط والفيز لازمتني فيديو وحده على جنب، خاطر هذا سوجي لازمته يكون ديتايي. اما الخلاصه انه كيف المونتاج كعبله. في الشويه نتاع الميوزيك قدام من فيديو حطوا في الباك جراوند ميوزك نتاعو غنايه فادت، قدام من مره سمعتوا نفس الغنايه في اكثر من فيديو مش من عند نفس اليوتيوبر، قدام من مره تفرجتوا في فيديو نفس النيفو نتاع الصوت يتلعب على كل فيديو، قدام من مره تفرجتوا في فيديو الغنايه ما تركبش على اللقطه. اللو كواليتي كونتنت موجود اكثر من الكواليتي كونتنت في تونس ولا البرة كيف. اما فما حاجه ناقصه مش موجوده في تونس باش نحكي عليها في بوان بعد. اللي حبيت نقوله في النقطة هذه انه صعيب ياسر تلقى شين الكونتنت متاعها ديما دو كاليتي، ولا على الاقل بورسنتاج باهي منه دو كاليتي، وهذا هو السلوث اللي حكيت لكم عليه.
صحيح انا في كلامي قاعد ننتقد في الشانات التوانسه صغار خاطر الاغلاط اللي حكيت عليهم ياسر موجودين فيهم، لكن مش هذه المشكله. في اليوتيوب التونسي صحيح جديد لازم يكون باهي وحتى خير من القديم، اما اللي عندهم اكسبيريونس زاده سيبوزي يكونوا هما القدوه للشانات الجدد، وانه الكونتنت بتاعهم يكون باهي خاطر باش ياثر على الجايين وجدد سورتو المتفرجين. لكن اللي حكيت عليه زاده ينطبق على اليوتيوبرز الكبار. نحكي على المواضيع اللي تتعاود، مونك دو كرياتيفيتي اوريجيناليتي، اللي لوجو كيفاش يركبوا على الترندز وسوجي عاملين بوز، باش ما نقولوش سرقه خاطر يتقلقوا منها، اما الترجمه كوبي كولي واعاده انتاج بنفس الطريقه الخدمه نتاع يوتيوبرز اخرين. الشانات اللي برشا من فيديوهاتها ولات نتاع ادفرتايزمنت ولا اللي غاب فيها الكونتنت وتعبت بالريبليز نتاع اللايف، والشين اللي عندها برشا من الابداعات اما تعاود نفس الكونتنت وبدلت شيء، والشينات اللي كانت تعمل في كونتنت يصلح اما حولت للكونتنت اللي اقل منه في الكاليتي. ما زلت نجم نزيد نحكي ونتوسع اكثر في المشتبه بالاول في عمليه قتل اليوتيوب التونسي، لكن لازم نتعدى ونحكي على المشتبه به الثاني. اليوتيوبرز هما اللي عملوا كونتنت خايب، اما ما يوصلوش يعملوا كونتنت خايب اذا الكونتنت هذا ما يعجبش الناس. المشتبه به الثاني هو اكثر واحد مشارك في العمليه هذه واكثر واحد عنده يد ودخل في موت اليوتيوب التونسي. المشتبه به الثاني هو انتم المتفرجين. نعرف اللي الناس الكل باش تقول لي احنا شو مدخلنا، مش احنا نصنع في الكونتنت الفاشل اللي تحكي عليه. صحيح مش انتم تصنعوا فيه، اما انتم مسؤولين على وجوده والتكاثر متاعه. علاش اليوتيوبر يواصل في انتاجه للفيديوهات؟ فما زوز اسباب. الاول هو بيور باشن، انه يجوز يكون مغروم وفرحان باللي يعمل فيه مهما كان. يعني بالنسبه ليه خدمه الفيديوهات مش للمتفرجين اما ليه هو، كيما اي واحد يمشي يعمل سبور ولا اي هوايه باش يفرد بيه على روحه، كيف هو يعمل في فيديوهات للبلاجر متاعه. اما هذا راري ياسر على الاخر. السبب الثاني هو الاكثر سبب معروف علاش اليوتيوبر يواصل في خدمه فيديوهاته، هو المتفرجين. اليوتيوبرز يعملوا في فيديوهات ويبلوديو فيهم في يوتيوب اللي هو سيت بتاع برودكاست باش الناس تتفرج فيهم، وهيك علاش اليوتيوبرز يعملوا في فيديوهات باش الناس تتفرج فيهم. نحيلة من العباد اللي تتفرج فيهم وما عادش يعملوا فيديوهات خاطر وقتها ما عادش فما فايدة، وبويسك الفيديوهات اللي يعملوا فيهم للمتفرجين يعني باش يتأثروا بهم وبآرائهم في الفيديو بتاعو، وهيك علاش اللايك ديزلايك باتنز موجودين، وهيك علاش الكومنت سيكشن موجوده. بالنسبه لليوتيوبر اذا الفيديو فيه برشا فيوز وياخذ برشا لايكس والكومنتس الكل يشكروا فيه معناها باهي، عكس هذا معناها خايب، وهذا اللي ريتو. اما المشكله مش في كون الفيديوهات تاخذ برشا لايكس وفيوز وكومنتس باهين، المشكله في انه فيديوهات خايبه تاخذ الريتينغ هذا. ريت في برشا فيديوهات فاشله كومنتات كيما جود جوب كيب اب برافو اتسترا، كومنتس تشكر في الفيديو وفي الخدمه وقت اللي هي تعبه برشا. كومنتس كيما هكا ما يعاونوش جمله ويضروا اليوتيوبر اكثر من انهم يفيدوه. اذا نشكر اليوتيوبر على خدمه فاشله عملها باش يزيد يعمل كيفها مره واثنين وثلاثه وعلى طول، باش يزيد يعمل كيفها وغيره باش يعمل كيفها، ووقت تولي هي الحاجه اللي اغلبيه الناس تعتبرها باهيه. وانا ما نقصدش انه كل واحد يعمل فيديو خايب ياكل السب ونزلوه، اما ننتقدوه وهوني وين تجي المشكله. احنا ما نعرفوش ننتقدوا، كي تجي تشوف في الكومنت سيكشن تلقى كان العباد اللي تشكر بكلمتين ولا العباد اللي تنبر، وهذا يخلق مشكله تراث اللي حكيت عليها في اول الفيديو، انه اليوتيوبر حتى بعد كي يجي نقد مش باش يعتبره نقد اما تنبير، خاطر هو متعود باي كومنتير مش يشكر في الفيديو نتاعو يتسمى تنبير وهيت كومنت، وباش يصنع روحه موقف عدائي لكل واحد ما يشكرش خدمته ويزيد يكبش في اللي يعمل فيه، سورتو كي ينتقدوا شكون وهو يرجع عليه. احنا المتفرجين نزيدوا نغذيو الافكار نتاعو كي نقولوا له اي كامل شي يهمك فيهم. كيما قلت لكم الساعه على شنو مختلف في اليوتيوبرز توسع على البقيه، اللي احنا ما عندناش شانات يوتيوب تنقد الشانات اليوتيوب الاخرى، واللي ينقد عنا احنا يتسمى يعمل في دراما وهيتر وغير من السبسكرايبرز نتاع الاخر. يعني فماش مجال بانه النقد يوصل لليوتيوبر ولا حتى الاودينس نتاعو الا من اقليه اللي تعرف تفرق بين الباهي والخايب، وهذا بالذات يخلق نوع من الطبقيه والتقسيم بين شانات اليوتيوب. وهيك منين يتواجدوا الشانات اليوتيوب الاوفر ريتد والاندر ريتد. وجود شانات اوفر ريتد واندر ريتد مش حاجه باهيه. نبداو بالشانات الاوفر ريتد. اش معناها اوفر ريتد؟ معناها شان واخذه اكثر من حقها في الشعبيه والاعجاب بارابور الخدمه اللي تقدم فيها، يعني باختصار شان واخذه اكثر من حقها. نجيو نشوفوا اكثر شانات عندهم سبسكرايبرز في تونس،
اما باش نحي الشانات نتاع القنوات التلفزية والراديو واللي تابعين الشركات والشانات نتاع الفنانين، نلقاو في اعلى الليست سلام مسيو. سلام مسيو الكونتنت بتاعو من اللي بدا لتو هو بيدو، وحتى اتعس صحيح الكاليتي نتاع الانتاج خير والماتريال خير، اما سكريبت والافكار لا. نفس الشيء يعمل فيه كل ما تخرج اغنيه ولا تصير فازه كيف وكيف اي يوتيوبر صغير اخر يمشي يعمل عليها فيديو ويركب على الموجه نتاعها، حتى انه الجوكس نتاعو يمشيو ويضعفوا، وهذا اكثر يوتيوبر عنده سبسكرايبرز وناس تتفرج فيه. نجي نشوفه في المرتبه الثانيه نلقاو سي ناصر، شين يوتيوب اللي الكونتنت اللي فيه يدي كل متراج يعودوا في نفس الموضوع التافه اكثر من مره بطريقه اخرى، زعما يوصلوا في مساج ولا سيري متاع فيديوهات سوبوزي ضحك اما كلها كرينج. زيدوا نهبطوا نلقاو شين هاك معايا اللي هي بيدها كلها كونتنت ومواضيع معوده وكوميدي بازي على التهريج في عوض الكوميدي متاع الكلام، بالعربي الكوميديا الغبيه. ونزيدوا نهبطوا نلقاو شين بيكيز وورد اللي فيها 100,000 ابوني من غير حتى كونتنت. مشكل هذم هما الاوفرريتد شانلز، فما برشا شانات واخذه اكثر من حلقه. جوست حبيت نوريكم اللاير الفوقانيه بالكلش فيها باش تفهموا حاله اليوتيوب التونسي كيفاه وقديه من بوتنسيال ضايع على حكايات تافهه وما فيهاش قيمه ولا منفعه. وشكون طلع ووصل الشانات هذم اللي هما عليه توا؟ احنا. هذه غلطتنا، احنا تفرجنا فيهم، احنا شجعناهم واحنا شكرناهم على حتى شيء. وشنية غلطتنا الثانية؟ الاندر-ريتد شانلز. عكس الاوفر-ريتد شانلز، الاندر-ريتد شانلز هما القنوات اللي واخذة اقل من حقها، يعني عندها خدمة باهية اما عدد متابعين قليل. نحكي على شانات كما شان مستر سايروس اللي نعتبرها احسن شان تونسية من ناحية الكونتنت المتنوع، اللي ممسي اغلبيته اورينتي للجيك كوميونيتي الا انه فما كونتنت يمس الناس الكل. بلومبر بي متاع دي زيميسيون ودي سيري، خدمة قوية على المونتاج والجرافيك وحتى سكريبت والميوزيك، وكل فترة فما تقريب حاجة جديدة ولا كونسبت جديد. وعنده 8000 سبسكرايبرز هو، وقت اللي خدمته ياسر قوية مقارنة ببرشا يوتيوبرز توانسة وحتى يوتيوبرز البر. نحكيو على شانات كيما درو ماي ساينس المختصة في السيونس، وبدات بفكرة جديدة على الأول بتاع كيفاش يفسروا في دي فينومين سيونتيفيك بالديسان، وبعدها بداو يجيبوا في أفكار أخرين إنوفيتيف باش ينوعوا في الكونتونيو متاعهم ما يكونش كله كيف بعضه. وحتى تحلل شين ديمس اوترومون اللي تحكي في دي سوجي اخرين كيما الافلام سيري وانيمي اللي راه تلقى شينات تونسة اخرين يحكيوا عليهم. هذا اصلا كيف فما شان كيما احمد كابو اللي صحيح عمل ريبوت لروحه بشان جديده باقي يتسمى اندريتد، خاطر الكونتنت اللي قدم فيه والطريقه اللي يخدم بها ويعمل فيها في فيديوهاته راه تلقى فيديوهات تونسة بالكاليتي والخدمه هذيك. وحتى لي سوجي اللي حكى فيهم ما ريتش كيفهم قبل في اليوتيوب التونسي. حتى التو ما نعتبرش خرمولوجيا اندرريتد، خاطر ماشيه وتطلع رغم اللي تستحق اكثر، سيرتو كي نقارنوا بين الكونتنت القوي اللي فيها والكونتنت الموجود في الشانات توانسه كبار نشوفوا اللي فما فرق كبير. لكن كما قلت قاعده تطلع وبوسيبل وان شاء الله تفوتهم. فما شانات اخرى اللي مازالت كي بدات وعندها بوتنسيال كبير باش تقدم كونتنت بايع الاخر، وفما شانات على غالب كان عندها بوتنسيال باش تعمل كونتنت يصلح لكن وقفت الخدمه، وشانات اللي ما نجمش نحكي عليهم، وشانات اللي ممكن انا ما نعرفهمش اما يعملوا في خدمه باهيه. كيفاش حكمت على الشانات الاوفر ريتد والاندر ريتد؟ بنفس الكريتيريا اللي حكيت عليها من الساعه. بالطبيعه لازمني نكون اوبجيكتيف في الجيجمون نتاعي، اما تو نحكيو على شان كلها وهذه مش جوست فيديو. في هذه لازم ناخذ الاوفرول كواليتي نتاع الفيديوهات مع بعضهم والتنويع بيان سور حسب التيم والنوعيه نتاع الشان. وكي جيت نشوف قدام من شان واخذه قد حقها، لقيت اللي هما شويه مقارنه بالشانات اللي واخذه اكثر من حقها ولا اقل من حقها، والمارج الكبيره هذه خايبه ياسر، خاطر الشانات اللي تعمل في كونتنت خايب ولا عادي ولا حتى من غير كونتنت واخذه اغلبيه الاودينس نتاع اليوتيوب التونسي، يعني اغلبيه الناس مركزه معاهم. يعني بالنسبه ليهم هذه كيفاه اليوتيوبر لازم يكون. وهذه اللي حاطه وحكيت عليها في فيديو الفايت كي قلت علي اول ما بداو اليوتيوبرز في تونس بداو متاثرين بنوعين من الفيديوهات اللي هما الكوميديك بودكاست والجيم بلايز. بالنسبه لاغلب المشاهدين التوانسه اي حاجه ما هيش بودكاست ولا جيم بلاي ما تتسميش فيديو نتاع يوتيوبر، دونك اللي يجيب فكره جديده ولا نوعيه اخرى نتاع فيديوهات ما يعتبروش يوتيوبر. لكن ما زالت اغلاطنا، وهوني باش نحكي على حاجات اور انترنت لكن عندها علاقه ديريكت بالكونتنت كرييترز والاودينس. الايفنمونت، الايفنتس اللي يصيروا في الجيك كوميونتي وخاصه جدد وصغار اللي مازالوا في الفيرست اديشن نتاعهم ومازال ما عندهمش اسم باش يعملوا بيبليستي لرواحهم ويجيبوا عباد لازم يلقاو كيفاش يوصلوا الايفنت للناس وكيفاش يبدو من الايفنت بيدو.
وبما انه اغلب اليوتيوبرز كبار وصغار داخلين في الجيك كوميونيتي، وحتى نسبه كبيره من الفولورز بتاعهم الجيك كوميونيتي، خاطر كما فسرت في الفيديو اللي قبله اليوتيوب التونسي ولا على الاقل نسبه كبيره منه تبنيت بالجيك كوميونيتي. دونك ولا يستدعوا اليوتيوبرز الايفنتس بتاعهم يطلبوا منهم يعملوا بيبليستي وغيره، بويسك اغلب الايفنتس هذه ما تستحقش اليوتيوبرز في حاجات بخلاف بيبليستي، يعني مش باش يقدموا شو ولا يشاركوا في حاجه تابعه دومينهم، دونك ما يهمهمش في الكاليتي نتاع الكونتنت نتاعو اذا اصلا يعرفوا يفرقوا. وباش يجيبوا اليوتيوبرز اللي عندهم اكثر سبسكرايبرز وشهره حاجه عاديه، في الاخر الحكايه كلها بيزنس، لكن تاثير نيجاتيف يمشي البيبليك نتاع الايفنت، ولا اللي يسمعوا باليوتيوب الفلاني استدعوا الايفنت اكس، خاطر مش الناس الكل عندها كريتير تحكم بيه على الكاليتي نتاع الكونتوني نتاع اليوتيوبرز. الكريتير اللي يمشيو بيه اغلب الناس هو نمبر تاع سبسكرايبرز، عنده برشا يتسمى بيه، عنده شويه يتسمى خايب، ما يهمش عمل شو صنع، عدد لي زابوني هو المهم في الحاله هذه. وزيد كي يشوفهم في الايفنتس الفكره اللي تجي في مخهم انه هذا جابوه في الايفنت هذاك باهي، هذاك ما جابوش هذاك خايب ما يستحقش. مش معناه يفكروا بالضبط بالطريقه هذه، اما انديريكتومون هيك فاش الناس تفكر. والأصعب من هذا كله اللي الايفنتس اللي ما تتمكنش من انها تستدعي يوتيوبرز كبار تلجأ تعمل ماس انفيتيشن، يعني تستدعي كميه كبيره من اليوتيوبرز الصغار ولا متوسطين واللي طالعين في الفتره هيك، ونفس المشكله اللي استدعوا فيهم مش كواليتي كونتنت يوتيوبرز، وهذا يزيد يبوستيهم اكثر واكثر. ان شاء الله ما نكونش نسيت في دي بوين ما حكيتش فيهم، بالرغم اللي متاكد اللي انا فما حاجات ما حكيتش عليهم، اما اذا فما دي بوين اخرين بخلاف اللي حكيت عليهم، يعني حاجة واحدة اللي احنا بعاد على الكوميونيتي بتاع يوتيوب باهية. الكوميونيتي بتاعنا في ديزيكيليبر كبير، الكونتونيو الخايب ماشي ويكثر، الباهي ماشي وينقص، الشانات اللي وصلت ما ظهر لي باش تقبل نقد، اصلا صعيب تلقى الشانات تقبل النقد، واغلب اللي يتفرجوا في اليوتيوب ما هماش عارفين يفرقوا بين شان باهية وشان خايبة. كل واحد ورايه، كل واحد وذوقه، وكل واحد كيفاش يتفرج في الفيديوهات. لكن بالنسبة لي وممكن لعباد اخرين زادا اليوتيوب التونسي مات. ممكن فيكم شكون يتساءل هل بإمكاننا نصلحوا اليوتيوب التونسي ونرجعوا نحيوه؟ ما نقولش لا، هذه حاجة مش مستحيلة أما صعيبة ياسر، ولازم يتدخلوا فيها اليوتيوبرز والمشاهدين. ممكن نهار من نهارات يتصلح اليوتيوب التونسي وممكن لا.